هنبدا كده. هنعمل اول حاجه هنعمل الملايه اللي هي الساري الهندي دي، هنشتغل عليها. هنبتدي نقص الملايه الاول. عندي الملايه 2 متر و40 سم، الملايه بتاع السرير الكبير 2 متر و40 سم. نبدا كده. اول حاجه هقيسها واطلع الملايه 40 ولا ونص، 2 متر و40 سم، عشان ال 10 سم اللي بيكونوا في الاخر بيتفضلوا في المرد بتاع الخداديه. كده 2 متر. انا كده عندي 2 متر و40 سم، هاخدها كده كده عشان ايه لو ما معيش حد هيقف. زي ما قلنا لو ما معيش حد يمسك معايا اعمل كده. هات المقص كده اعمل كده بسم الله كده. انا طلعت الملايه. الملايه انا مش هعمل فيها اي حاجه خالص غير اني هتنيها من الجناب كلها وابتدي اعرف احط عليها السال ازاي. تمام كده. تاني حاجه المخده هفرد كده واقيس ال 90 بتوعي، اقيس ال 90 سم بتوعي كده. ال 90 سم اهو، هاخد زيهم الناحيه التانيه. افردي كده يا بسم. عندي بالظبط كده 92 سم بالظبط، 92 سم على المفروض. ادي واحده تحت، مخده تحت ومخده فوق، كده المخدتين معايا. هبتدي اقيس ال 160 اللي هو الطول بتاعي. ادي متر وادي 60 سم، يبقى كده متر و60. ابتدي اعمل كده بقى هنقسمها كده، هنجيبها في النص كده. لا هقول ازاي عشان هي بتتفتح من ناحيه واحده بس. كده المخده بتاعت تثبتي كده اعملي ايه. تمام كده. كده المخدتين ايوه المخدتين مرتاحه وكويسه وواسعه معايا وما فيهاش اي حاجه. انا كده خلصت، خدت المخدات وده الباقي عندي الخداديات. تمام كده. الخداديات اللي عندي الخدادتين كده مرتاحه. تمام. خداديات كبيره اهي ومرتاحه. اظبط بقى اشوف الزياده عندي ايه واظبط كده القماش من عند البورصه عندي مظبوط. هبتدي اشتغل على ايه؟ على التانيين دول. تمام. عندي 73
بسوي الشغل بتاعي عشان لما اجي اقفل يبقى كله قد بعضه. تمام كده؟ انا قفلت خط مستقيم خلاص كده كله قد بعضه. تمام؟ هبتدي افتح من كل ناحيه، الخداديات هتتفتح من كل ناحيه. ما ينفعش ان انا اعمل واحده واتنيها زي المخده، لا لازم تتفتح من كل ناحيه. خدت الخياطه من ناحيتي يبقى تاخد من ناحيتي، خدت من ناحيتي كده عشان تبقى ايدك مظبوطه. ما تجيش تحط المرد تلاقيه طالع من ناحيه وداخل من ناحيه بسبب انك مش سايبه خياطه الناحيه الثانيه. تمام كده؟ انا كده عندي الخداديات اهي 50 في 70 و2 سم زياده من كل اتجاه. 50 في 70 و2 سم خياطه من كل اتجاه. هاجي كده هاخد بقيه القماش ده انا عندي الحته دي اللي ناقصه دي اللي هاخد منها، مش لازم اهدل في القماش. اشوف دي قد ايه كده. احنا قلنا المرض من 15 ل 20 سم، عايزه تزودي زودي بس ما تزوديش زياده عن اللزوم. كبيره قوي 25، دي 23، على ما نسويها تبقى 20. تمام؟ واشوف هنا دي كام كده بالظبط. دي 54 ونص. اجي من بعد البرصل كده اخد نفس المستوى. تمام كده؟ فتحة تمام كده. ديت القلابه اللي هتتحط في الوجه بتاعي، في الوش بتاعي. خلاص كده هحط دي كده وهبتدي اجيب الساري. احنا هنكمل الفيديو زي ما هو كده، هنجيب بس الساري. ستوب دقيقه. انا كده هبدا اشوف هاخد قد ايه من تحت. هاخد الجزء اللي تحت من السرير هاخده 60 سم. انا ممكن اخده 50 سم بس مع المراتب التاكل اللي هي الجديده هاخده زياده يبقى كده معايا مرتاح 60 سم. يبقى انا هبدا كده اخد 60 سم. 60 سم اللي هي بعد الورده دي كده. تمام؟ بعد الورده دي يبقى انا هبتدي اقص ده كده 2 متر ونص، يعني هيبقى ازيد من الملايه 10 سم. هبتدي كده اعمل كده وافرغ. هنقصها كده وارجع لكم تاني. تمام؟ احنا طلعنا ال 60 سم اهي، دي اللي هتتحط في الملايه من تحت، وهنشوف هنعلم الملايه ازاي وهنحطها. ودي للخداديات. هجيب كده الخداديه، هجيب وجه من بتوع الخداديه ناحيه كده اللي هي الامام، هاخدها وابتدي اقيس عليها بالظبط. اهي يبقى هي كده هتبقى معايا مرتاحه قوي. هشيل الجزء ده كده عشان دوت الجزء دوت انا هحطه في الساري من فوق من عند المخده. انا هاخد الجزء ده كده ناخد كده المقاس كده بالظبط. انا عندي المقاس لحد هنا، اعمل كده دي واقوم تانيه دي كده على طول كده. انا عندي المقاس الخداديتين اهم خدتهم. تمام؟ تمام كده. انا خدت اهوت المخدتين عندي، الخداديتين عندي. ده كده ممكن نعمل بيه الكورنيش اللي حوالين الخداديه. لو انا عايزه اعمل كورنيش حوالين الخداديه ممكن. لو عايزه اعمل منها فيونكات برضو على الملايه نفسها ممكن. تمام كده. كده انا عندي بتاعه الخداديات كده مرتاحه قوي معاها، مرتاحه قوي بزياده اهي معاها. تمام؟ ده مش وش ولا ده. خلاص كده هنبتدي نقفل ملايه الفيديو اللي بعد ده. تمام؟ عشان الفيديو ما يبقاش كبير. انا دلوقتي نقفلها معاكم مدام شيرين من جمعيه تنميه المجتمع.